شنو واقع مع المؤثره غيتا عصفور، واش بصح لقاوها متلبسه بالخيانه مع شي راجل مزوج. فخرجت تشوف تيفي بخبر انه تعتقلت المؤثره المغربيه المعروفه بغيتا عصفور، قالت فيه بلي تشدات متلبسه وهي في علاقه مع شي واحد، وهذا الشيء في عين السبع في الدار البيضاء. وعلى حسب الاخبار اللي كتروج لا المؤثره ولا السيد اللي معاها بجوجهم كانوا في حاله سوء. في البارح هاد البنت حطات ستوريات وهي كتعشى في واحد الريستو وكانت معها شي صديقه ديالها، واذا في نفس الليله غيتم الاعتقال ديالهم كاملين. كاين اللي قال بلي الزوجه نصبات لهم فخ وبلي هما كانوا في علاقه مش شحال هذه، كاين اللي قال بلي تلاقاو في الدار ديال الراجل الوقت اللي كانت الزوجه غايبه وما كايناش، وكاين ثاني اللي قال بلي هادشي كامل غير مسلسل ديال رمضان. ولكن الحقيقه ان الاعتقال حقيقي وهادشي ماشي تمثيل. ستر مسلما ستره الله. طبعا بما ان البنت مشهوره فالدق كامل كلاتو هي عكس الراجل اللي ما كيعرفوا حتى شي واحد، ولكن طبعا حنا ما عندنا غرض بالبنت وكيبقى داكشي بيناتهم حياتهم الخاصه وكلشي كيغلط. ولكن اللي نبغي نهضر عليه في هذا الفيديو هو ثلاثه ديال الانواع ديال التعاليق اولا المغالطات اللي كيتعاودوا بزاف في هذه القضيه، وخصوصا عند البنات سمحوا لي ولكن غنقول داكشي اللي خاصو يتقال. ولكن قبل غنبدا بواحد النوع ديال الدراري اللي ناض كيسب غيتا وكيعايرها، وكاين اللي قال عليها باللي فاعله وتاركه وهادشي دارتو غير على قبل الفلوس. نبغي نقول لك اخي اللي تعجب كيتبلا وعمرنا ما كنلقاو الحلول بالسبان وبالمعيور. المهم غنبداو باول مغالطه واللي تعاودات بزاف وغنحاول نصححها. فين كاينه نسبه كبيره كيقول لك اسيدي السيده دارت واحد الغلط صغيور وانتم جالسين كتشوهوا فيها وكتكبروها. اولا انا كنعاود نقول ان الهدف ديالي هو نناقش هذه المغالطات والبنت باقيه بريئه وكتمتع بقرينه البراءه، ولكن باش نجيو ونقولوا على فعل انه صغيور فعلاقه بين راجل وبين امراه ما بيناتهمش عقد شرعي كتسمى زينه وهي من الكبائر وماشي شي حاجه اللي صغيره. غير حنا للاسف ولينا مطبعين مع الذنوب الصغار والكبار ورجع كيبان لنا كلشي صغير. تعليق اولا المغالطه الثانيه اللي هي من ستر مسلما ستره الله. اكثر تعليق كيتعاود وكاع البنات كيطلبوا من الصفحات ومن المؤثرين اللي كيهضروا على هذا الشيء انهم يستروا البنت. طبعا انا معاكم ومع الستره، ولكن اولا السؤال اللي عندي هو علاش فاش كيوقع هذا الشيء لشي راجل كلشي كيبدا يسبوا وكيعايروا ها القهوي ها المصدي، حقاش كتسناي من المغربي شبه مستحيل تلقى دريه كتطلب من الناس انهم يستروا راجل الى دار الغلط. يعني هنا كيبان ان البنات كينحازوا لبعضياتهم ماشي مساله ديال الحق ولا ديال المنطق. ثانيا وركزوا معايا في هذه مزيان، الستر سيادنا كيكون في جوج ديال الحالات، اما في حاله الا كانت ديك الفعله بسيطه وما عندهاش تاثير على المجتمع وكيفقنا دابا شويه في هذا الشيء كيتسمى زينه ومن الكبائر، والحاله الثانيه الى الموضوع خرج للعموم ورجع محل نقاش. فكيفاش اصلا بغيتي تكون فيه الستره؟ والاسلام في الحد ديال الزنا كيقول الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين، وهذا دليل على انه العقوبه خاصها تكون علانيه لانها اصلا ولات عامه، لان الاسلام كيمنع الفضيحه الا كانت بريفي مع رفاحه وكيطلب من الناس انهم يستروها. بالحق فاش كتخرج للعموم فراه كيولي عندها تاثير وخاصها تناقش. اما التعليق الثالث ولا المغالطه الثالثه وهي اللي كيقول لك حقها ما حقها لعب ليها بعقلها. الهضره اللي دائما كنسمعوها ان راجل لعب المراه بعقلها وروض. انا ضد هذه المغالطه، واي واحد كيحاول يبين للمراه انها كائن ما كيغلطش وكائن اللي ساهل تلعب به وتضحك عليه، مع العلم انه في جميع المواضيع كتلقى بلي البنات كيتفقوا ان المراه متساويه مع الراجل، حتى كيوصلوا للموضوع ديال العلاقه في الحرام عاد كيرجع بلي يلعب ليها بعقلها. ونزيدكم فراه من شبه المستحيل انه بنت دير مع راجل علاقه الا ما كانش بالموافقه ديالها وهي في كامل القوى العقليه ديالها. يعني المراه ماشي ملاك وانما حتى هي عندها حقها في المسؤوليه، وبالنسبه لي عندها الجزء الكبير من المسؤوليه، لانه كيف قلت بدون الموافقه ديالها ما عمر هذا السيد ما كان يقدر يقرب ليها ولا يقيسها، لان الرجال هما كائنات اللي عندهم الغريزه مرتبطه بالعينين ديالهم. يعني لما كانش انسان متحكم في الرغبات ديالو فسهل انه يغلط مع اي بنت كيف ما كانت، عكس المراه اللي ما كتغلط مع شي واحد حتى كتكون بغاتو ديال بصح ودوزات معاه مده طويله وكتعرفوا مزيان، مده اللي كان يمكن ليها انها تراجع على ذاك الغلط. وكاين عشرات ديال الدراسات بحال دراسه نشرات على مجله ريسيرش وجيت كتاكد نفس هذه الهضره اللي كنقول. وطبعا حتى الراجل اللي خان مراته انا كنشوفه انسان اللي ما يسواش وانه فضل يدير الحرام في عوض انه يدير التعدد حلالا طيبا، او اللي يتفارق مع مراته ويمشي يتزوج الا ما بقاش مفاهم معاه. هنا كاين اللي ما غيعجبوش الحال ان البوليس يدخلوا على جوج الناس ويحصلوهم متلبسين وشافوا بلي هذا الشيء ضد الخصوصيه والحريه الفرديه. طبعا الاسلام الاحترام ديالو للخصوصيه ديال الناس كبير بزاف، فراه غير باش تقدر تثبت ان جوج بيناتهم علاقه في الحرام يعني زينه فهي مهمه شبه مستحيله تقريبا، لانه خاصك 4 ديال الشهود وكاملين يكونوا حضروا لديك العمليه ومأكدين منها 100%، وهذا الشيء طبعا مستحيل انه يطرا على ارض الواقع. والاسلام تعمد انه يصعب المساله باش تحترم الخصوصيه ديال داك الناس. الغرض هو الحمايه ديال الفضاء العام باش ما تسربش ليه هاد الامور، وفي نفس الوقت بغى يخلي التصور عند الناس على ان الزنا راه حرام وعليه عقوبه. ولكن فاش كيكون الراجل مزوج فهنا من حق الزوجه ديالو انها تعيط للبوليس الا شكات باللي راجلها مع شي وحده في شي مكان معين، لانه هنا كندوز من المسطره ديال العلاقه خارج اطار الزواج للمسطره ديال الخيانه الزوجيه. دوزو.